ازاي ممكن افضل اسعى في حياتي وانا تعبان جدا ومرهق جدا ومش قادر؟ لازم تكون واعي لحاجة مهمة جدا، وان مشاعرك عاملة زي الخزان او زي الازازة. ممكن تبقى مليانة على اخرها مش قادرة، والازازة مش راضية تتقفل من كتر المية، او الخزان مش راضي يتقفل، او ممكن تبقى شحة ما فيهاش غير نقطة. كل يوم الازازة دي بتتملي على فكرة، كل يوم الازازة دي لازم تتنضف. فتخيل بقى انه في ناس كتيرة جدا ما عندهاش وعي لفكرة ان انا ازاي اتعامل مع مشاعري، او ان انا ازاي انضف كل يوم مشاعري، او ان انا انضف الخزان بتاعي واملاه بشكل دقيق جدا. فلان الناس بتتعامل مع حاجات دايما ملموسة، حاجة في ايديها، يعني زي الاكل مثلا. انا لازم كل يوم اكل، لازم كل يوم انام، ولو ما نمتش بحس ان في حاجه غلط، ولو ما اكلتش برضو بحس ان انا في حاجه غلط، ولو مثلا ما طلعتش من اوضتي او ما دخلتش الحمام هحس ان في حاجه غلط. فدي حاجات ملموسه. لكن الحاجات اللي غير ملموسه الانسان ما بيعرفش يتعامل معاها، او ما عندوش الوعي الكافي ان هو يتعامل معاها. طيب، من ضمن الحاجات اللي هنقولها احنا هنقول 4 نقط ازاي نتعامل مع ان انا اكون مرهق وتعبان جدا جدا ومش قادر اكمل، بس لازم اسعى ولازم اكمل. طيب، من اول النقط علشان ننظف ازازة المية او الخزان ده على طول ديلي كل يوم، انا لازم ان انا انضفه عن طريق الكتابة، تفريغ كتابي. بكتب المواقف الصعبة جدا اللي بتحصل معايا، في الشغل، في الجامعة، في المدرسة. مواقف كلها بكتبها في البيت، مواقف تعرضت لها، حد ضايقني، حد قال لي كلمه مش حلوه، مواقف، اي موقف متعرض بحاجه سلبيه لازم يحصل تفريغ كتابي. يعني لازم الورقه والقلم لازم يكونوا معايا في كل حته، في جيبي دايما على طول. مفيش حاجه، لانه انا لو ما كتبتش في ساعتها انا كده بسيب شوائب في الازازه بتاعتي، بسيب كده حاجات مش احسن حاجه. فلازم يحصل تفريغ كتابي. طب في ناس ما بتحبش الكتابه، ممكن تلجا للميمو اللي على الموبايل، فويس نوت، ممكن تكلم نفسك. بس طبعا الكتابه بتبقى احسن كتير، لو استمريت عليها واتدربت عليها هتشوف فرق. رقم 2، المشي يوميا او على الاقل 4 مرات في الاسبوع. مشي، بتمشى كتير، بتمشى 10 دقايق، ربع ساعة. المشي اكتشولي بيطلع المشاعر السلبية، بيحررها لك في الارض. طيب، لو انت بنوتة مثلا وما بتعرفيش تتمشي، او المكان اللي انت فيه مش قابل قوي للمشي، ممكن تعملي ايه؟ بتنطي كل يوم في البيت وانتي قلعة الشراب على سيراميك او حاجة ساقعة. بتنطي 10-20 مرة مثلا، اللي هو لمدة 2-3 كده، بتحرري نفسك من المشاعر السلبية. ده برضو كويس جدا. 3، انت ممكن تبدأ بخطوات بسيطة جدا. ممكن تظبط دولابك، ممكن تظبط تسريحتك، ممكن تظبط الحاجات اللي قدام عينيك، الحاجات المرئية بالنسبة لك. على أقل حاجة ممكن توضب سريرك، يعني أو ممكن تغير الملاية بتاعت السرير. الحاجات البسيطة اللي بتكون قدامك، ممكن تنظف عربيتك. الحاجات اللي ممكن تغير المود بتاعك أو تخلي عقلك يروح في مسارات إلى حد ما فيها فايبس نظيفة، فايبس حلوة. أما آخر نقطة، فلازم تبقى عارف ان جلد الذات والتوبيخ الكتير والكلام اللي بيسد النفس للنفس ده من اكبر مصاصين الطاقة. عارف يعني ايه لما تبقى قاعد مع حد تقول حاسس ان انا طاقتي مش قادر اخد نفسي من كتر ما هو امتص طاقتي؟ تخيل انت بقى بتعمل كده مع نفسك. اتعلم انك تفهم مشاعرك، اتعلم انك ازاي تحتويها، اتعلم ان ازاي تفهم نفسك، تكلمها بلطف، تطبطب عليها، تؤمن بيها، تثق فيها، تديها قيمة، تتقبلها، تتقبل الواقع اللي انت فيه، ترفع من قيمتك، ترفع من ثقتك بنفسك. لو مش عارف تعمل ده، روح لحد يساعدك. دلوقتي كتير جدا، بس روح لحد انت بتثق فيه، بتحس معاه براحة وانت بتتكلم معاه، علشان يديك تكنيكس تشتغل عليها. لانك لو مش عارف تمشي على الخطوات دي، لانك سهل جدا انك تسعى في حياتك وانت مرهق. مش عيب ابدا ان احنا نقف شوية، ومش عيب ابدا ان احنا نقع ونقوم من جديد، مش عيب ابدا ان احنا نبدأ من اول وجديد تاني، مش عيب ابدا اي حاجة حصلت خالص. العيب ان انا واخد صورة عن نفسي سيئة جدا، وان انا بشمئز من نفسي، وان انا دايما عايش في دور الضحية. افتكر ان الانسان مخير، يا مسؤول يا ضحية.